الدولار تجاوز 50 جنيه، 50 بلبل، 50 جندي في البنوك الرسمية، 50 جنيه و49 بنس. في حد بعت لي قال لي أنا سمعت إن الرئيس بيلم هدومه، إحنا هنعمل إيه وهيبقى عندنا فراغ؟ هيبقى عندنا فراغ يا بلح من بعدك. مين هيعذبنا يا بلوحتي بعديك يا بلوح؟ مين يا بلوح هيقتل المصريين؟ ومين هيعمل لنا ميليشيات وهيقسم البلد ويبيعها يا بلوحتي؟ يا بلوحتي يا كلوحتي. احنا هنفتقدك جدا يا بيبي. I will miss you so much. هتمشي يا بيبي وتسيبنا؟ امال هنشتم مين؟ الشعب هيشتم مين من بعدك؟ يا بختنا الاسود يا اختي. جات الحزينة تفرح ما لقتلهاش وما ترح. مين هيعذب المصريين ويعتقلهم ويخرب بيوتهم ويسرق فلوسهم من بعدك يا بلوحتي؟ الدولار ب50 بلبل يا باشا. يا ريس. الدولار ب50 بلبل و49 بنس. هتعمل ايه حضرتك؟ لسه قاعد معانا ولا هتبيع مدينة؟ انا سمعت ان انتوا سديتوا 32 مليار دولار خدمة وفوائد القروض اللي انت واخدها، يعني بمعدل تقريبا المحافظة اللي انت بعتها بالخمس مدن بتوعها في صفقة راس الحكمة. يعني معنى كده ان احنا علشان ندفع خدمات وديون بتاعتك كل سنة الأقساط والفوائد في معدل سنوي، هنحتاج ان احنا نبيع محافظة. يعني قدامنا المحافظة بنقعد نصرف فلوسها خدمات دين سنة، يعني 27 سنة نكون بعنا مصر كلها. يا حرام. انجازات فين يا ولا يا عزيز مصر؟ يا فهمناها سليمان، فهمناها سليمان. وماشي بين المومياوات وعامل فيها الواد التت الحت. فين يا ولا المؤتمر الاقتصادي يا ولا اللي انت دخلت فيه 100 مليار؟ فين يا ولا قناة السويس اللي كنت بترفع بيها الضغط، قصدي بترفع لنا بيها روحنا المعنوية؟ يا لو احنا شعب مايل ملناش في المصري بيتولد وبخته معاه. يا اختي والله I will miss you so much يا باشا. I will miss you so much بلحتي. طب وبعدين؟ طب هتروح فين؟ على فين العزم عشان نبقى نيجي نزورك؟ ابقى اجيب كيلو برتقان والعيال ونيجي نزورك انت والقسط ام محمود.